السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ بتمنى تكونوا بخير. النهاردة بقى جاي لكم فيديو جديد، فيديو يهم كل عروسة بتجهز نفسها تشوف معانا ايه الأذواق، وتاخد فكرة كمان عن الأسعار، وتشوف ايه الحاجات الجديدة اللي نازلة. حاجات ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. حاجات جميلة جدا. هنشوف في الفيديو ده ان شاء الله مع بعض اقوى تشكيلة مفروشات وفوط. آم، ان شاء الله هتشوفوا حاجات جميلة جدا في الفيديو ده. طبعا المحلات اللي احنا مصورين فيها في المنصورة، سوق الخواجات. وان شاء الله تابعوا معايا الفيديو للآخر، وهسيب لكم العنوان بالظبط وارقام التليفونات. طبعا زي نبدأ ما انتم كده بسم شايفين الله كده. ونصلي على النبي عليه أفضل دي الصلاة المفارش والسلام. اللي هي الفايبر. طبعا كبير واطفال، ودي كوفرتات. يعني ما شاء الله تشكيلة حلوة وأذواق حلوة، وإن شاء الله تعجبكم. دي هنا طبعا زي ما شفتوا في الأول أطقم السراير الأطفال والكبير. وهنا كوفرتات العالمية طبعا، يعني أشكال وألوان، وكل إن شاء الله اللي هتحتاجيه هيكون موجود. وهنا كمان اللي هو طقم البورنوس. في بيبقى بورنوس كل يعني بيبقوا كل واحد لوحده، وفي بيبقوا طقم مع بعض. فزي ما انت تحبي برضو كل التشكيلة اللي هتحتاجيها ان شاء الله هتكون موجودة. ودي كده تشكيلة الفوط اللي معانا، ما شاء الله كلها حاجات حلوة زي ما انتوا شايفين. دي فوط الأطفال اللي هي عليها ألعاب، دي في شغل يدوي اللي هو التطريز، وفي اللي هي عليها السبونج بوب والميكي ماوس والألعاب دي بقى الفوط الكبيرة. طبعا الفوط دي بتبقى خامات، وكل خامة لها سعرها. وطبعا كل الخامات بتلزم العروسة، يعني بالعروسة بتحتاج الخامات العالية والوسط، والخامات اللي هي بتكون أقل شوية. فكل ده بيلزم العروسة، وكل عروسة طبعا ولها ذوقها يعني. وكمان الناس اللي ما بتحبش تلف كتير في المعارض والحاجات ديت، هتكوني في الفيديو كمان خدت فكرة عن ايه الموديلات الجديدة في سواء في المفروشات او في الفوط، وتكوني كده خدتي فكرة عن الحاجة اللي موجودة. وهي تقريبا بتبقى كلها حاجة موحدة يعني. شايفين الاشكال والالوان، حاجة يعني ما شاء الله حلوة قوي يعني. طقم الفوط ده تقريبا كان أقل سعر موجود، كان ب150 أو 170، ودي كان أقل سعر لعلبة الفوط. لكن اللي شفناهم فوق من شوية، أعلى حاجة فيهم ب350، في ب250، في أكتر في أقل، على حسب اختيارك. وهنا كده مفارش الزينة، وكمان فوط الأطفال شفناها اللي هي عليها ألعاب، سواء الشغل اللي هو الطرز اليدوي أو الرسومات التانية. هما الاتنين أحلى من بعض بصراحة. هنا هتلاقي كل حاجة موجودة، موجود البطاطين الصغير والكبير، موجود الحافظات، الدفايات، الكوفرتات. دي كده هنا أطقم السراير، أطقم الطقم الكبير، والأطقم برضو الأطفال. زي ما انتوا شايفين الألوان، ما شاء الله يعني حاجات بصراحة حلوة وتفتح النفس. دي كمان أطقم السراير الكبيرة. بوريكي أشكال ليه مصانع كتيرة، في اللي هي السادة، وفي اللي عليها رسومات، وفي كمان اللي هي بتكون بكرانيش، وفي اللي بتكون برسومات زي اللي انتوا شايفينها دي. هي الرسمة اللي بتبقى على الكرتونة دي هي الشكل بتاع الملاية، بيختلف بس في اللون. شايفين الشغل ما شاء الله يعني بجد، شغل حلو ترز يعني. مش حاجة، ما مش حاجة لازقة تروح في أول غسلة،
او لون او لا، شغل يدوي ما شاء الله يعني. ودي كده الطقم اللي هو بيكون بكنار برضو. كذا شكل كمان للطقم السرير الكبير. وده كده كمان شكل تاني. حاجة كده هتشرفك بجد. أه تحسيها مفرش، ما تحسهاش ملاية خالص يعني. من حلاوتها ما شاء الله بجد يعني. ودي كده كمان اللي هو اللون التركواز، واللون البينكات دي برضو بتبقى موجودة بكترة يعني. وده الطقم الأبيض. طبعا الطقم بيبقى موجود منه ألوان كتيرة، بس أنا هنا بوريك اللي معروض في المعرض. شوفوا الطقم ده جميل ازاي، ما شاء الله. ربنا يوفق كل واحدة يا رب، ويتمم لكم على خير يا رب، ويسعدكم جميعا. دي كده للناس اللي بتحب اللي هو الشغل اللي الكرانيش والكلام ده يعني. الكرانيش والحاجات دي بتبان لما تتفرش بتبقى شكلها روعة بصراحة. وده برضو شكله جميل. زي ما قلنا المحلات دي أول محل اللي كنا بنصور فيه، في المنصورة شارع الخواجات أو سوق الخواجات زي ما بيقولوا. دي كده المعرض التاني، المحل التاني برضو هتشوفوا فيه تشكيلة جميلة جدا. دي برضو الفوط. شايفين الأشكال هنا تقريبا، الخامات أو الأشكال هتكون واضحة أكتر يعني. شوفوا الألوان والخامات والأشكال ما شاء الله يعني، بجد حاجة مميزة. محلات محمد نافع في المنصورة سوق الخواجات. وهسيب لكم الأرقام إن شاء الله آخر الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كمان باقي الفوط اللي معانا، باقي تشكيلة الفوط اللي معانا. ودي أطقم سراير. دي فوط الأطفال، لها أشكال كتير ورسومات كتير وألوان كتيرة. ودي كده أول برضو أول طقم كده في الشغل اللي هو اليدوي، الترز اليدوي. ما شاء الله والله كل طقم أحلى من التاني. الفوطة دي برضو كده شكلها جديد، شكلها مميز. ودي شغل يدوي برضو. ودي البرنس اللي هو بيبقى لوحده، ودي البرنس اللي هو بيبقى طقم مع بعضه. أسعار البرنس بتبدأ من 250 تقريبا لحد 1500. تقدري تاخدي الطقم الاتنين مع بعض، او تجيبي انتي اللي هو كل واحد لوحده. تقدري انتي تنقي الالوان اللي على مزاجك. ما شاء الله. ودي كمان شغل كده سادة برضو، بيبقى السادة برضو شغل بيبقى عملي. وكمان عندنا هنا الفوط اللي بتبقى في علب، في شنط زي كده، زي شنطة البطانية كده. دي برضو فوط خامتها حلوة قوي، وبتبقى كمان عملية. هو عامة العروسة بتبقى لازمها تشكيلة يعني. العروسة بتاخد من الفوط العلب والفوط اللي هي في الشنط زي كده. ربنا يتمم لكم جميعا ان شاء الله يا رب على خير ويسعدكم. واي واحدة كمان حابة ان هي تجيب اي مفروشات، اي فوط، التشكيلة اللي موجودة دي هتعجبك ان شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كده كانت اخر تشكيلة البرنس اللي معانا. دي كده هنا فوط الاطفال. شايفين الرسومات؟ دي كمان رسومات مختلفة عن اللي شفناها في الاول. ودي رسمة تانية برضو. ودي اللي هي البشاكير الكبيرة. ودي فوط اطفال برضو. ودي بشكير اطفال المجد. مجد برضو نوعية كويسة جدا. انا عجبني الطقم ده برضو كده، حسيت ان هو مختلف، وحسيت ان هو كمان عملي. انا بحب الحاجات اللي تكون عملية شوية. وبشاكير الاطفال دي برضو عجبتني. هي بصراحة تشكيلة جميلة جدا جدا، يعني شفناها مع بعض. تشكيلة انا ما شفتهاش قبل كده بصراحة. حاجة كده ما شاء الله، زي ما انتم ما شايفين. بصراحة الواحد بيبقى محتار أوي وهو بيختار. بيبقى مش عارف ياخد ده ولا ياخد ده. الطقم ده برضو جميل، شكله جديد كده برضو. ودي الشغل السادة، أو اللي هو شغل الحفر اللي هو منه فيه، يعني مش حاجة لزق يعني. ودي برضو شكل تاني مختلف من فوط الأطفال. الأول ما كانش فيه فوط أطفال، لكن الوقت بقى فيه ما شاء الله. كمان الأشكال اللي احنا شفناها أشكال كلها أحلى من بعض. زي ما قلتلك هتحتاري قبل ما تختاري. ودي كده كمان شكل بشاكير أطفال وفوط أطفال. دي بقى المفارش. دي مفرش قطيفة كبير برضو. شايفين ما شاء الله الشكل واللون والخامة، ما شاء الله حاجة حلوة يعني. ودي كمان مفرش القطيفة برضو، اللي هو الصغير الأطفال. ودي شكل منه تاني، ده قطيفة. ودي مفارش الفايبر برضو، الكبير والصغير، أو اللي هو الحاف الفايبر، الحاف أطفال 6 قطع. ودي برضو شكل، ودي شكل، رسومات مختلفة. وده كده الكبير، وده الصغير. شايفين اللون؟ ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ودي اللي هي رسومات الألعاب. كمان القطيفة الحفر، والقطيفة اللي هو السادة، والأشكال اللي انتوا شايفينها دي وأكتر كمان. ودي كمان ألوان، دي كلها كمان متوفرة من مفارش اللي هي القطيفة الحفر. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، خدتوا فكرة كده عن الموديلات اللي موجودة دلوقتي في السوق. والأسعار، أسعار المفارش اللي هي القطيفة دي بتبدأ من 1300 1600، وفي لحد 2600 أو 2500 تقريبا.
وناخد بالنا ان مش كل حاجة غالية بتبقى خامتها حلوة، في حاجات بتبقى اقل في السعر وخامتها احلى. بتحصل والله. ونصيحتي ليكوا يا بنات في اخر الفيديو ان انت تجيب الحاجة العملية، الحاجة اللي خامتها حلوة اللي تعيش معاكي. ما نكترش اعداد، عدد على الفاضي، ما نكترش حاجات ملهاش لازمة، او حاجات مثلا خامتها مش حلوة، بس احنا جايبين كتر عدد وخلاص. هي مش بالعدد والله، ولكن هي بالحاجة النظيفة اللي هتعيش معاكي، الحاجة اللي تتباهي بيها. لان في حاجات مجرد غسلة واحدة ما بيبقاش ليها اي منظر خالص. فأهم حاجة نجيب الحاجة اللي بتلزمنا في أي حاجة في جهازنا عموما يعني. الحاجة العملية هي الأنفع واللي هتنفعنا يعني إن شاء الله. يا رب تكوني استفدت من الفيديو. لو انت من المنصورة وحابة تروحي المكان ده وتاخدي جولة في المكان، تشرفيه. لو انت كمان من خارج المنصورة او هتبقي خدتي فكرة عن الحاجة اللي موجودة دلوقتي والموديلات الموجودة في السوق. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة.